السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، نرحب بكم كامل في فيديو جديد، وصفة جديدة اللي هي سلطة صيفية نديروها بالمقارون. تجي صراحة بنتها روعة وما تشدش اليد، يعني راح تحضريها بسرعة. هنايا عندي المايس، عندي الزردية هنا مطيبتها في الماء والملح، عندي الفرماج وعندي الطون تاع الزيت وعندي كمية تاع الزيتون. هنا تقدري تزيدي الجلبانة، تقدري تزيدي البطاطا تغليها في الماء، تقدري تزيدي البيض كذلك مغلي. يعني هنايا واش عندك ديري. هنايا المقارون تاعي انا طيبته في الماء والملح، ومن بعد قطرته خليته طاب مده 10 دقائق، ومن بعد شلته مليح بالماء بارد، يعني راح نشلو مليح من بعد اللي طيب. وراح ندير الزروديه تاعي، راح نزيد لها كذلك نفس المكونات اللي ذكرتهم، راح نزيد الزيتون وندير المايس، ندير الطون، يعني راح ندير جميع المكونات مع بعض. هنا تقدري تزيدي الجلبانه طيبيها في الماء والملح، كذلك تجي الذوق تاعها رائع. وهنا درت كميه تاع الفرماج تاع المثلثات، قطعته مرسوات، يعني اي فرماج يكون عندك تقدري ديريه، وكذلك تقدري تستغني عليه. هنا على جهه راح نخلط الصلصه ولا الخليط اللي راح نديرو في السلطه تاعي، يجي ما شاء الله. راح ندير هنايا علبه تحت سويس. هنايا لما عندكش تسويس تقدري ديري الياغورت الطبيعي. راح ندير باطه كبيره، راح نزيد لها 2 ملاعق تاع مايونيز، وندير 3 ملاعق كبار تاع زيت. هنا تقدري ديري زيت الزيتون، تقدري ديري الزيت العادي. وراح كذلك ندير 2 ملاعق كبار تاع الخل. هنا تقدري ديري الخل الابيض، وندير كميه قليله تاع الملح، يعني ما نكثرش الملح لخاطر المقارون راني مطيباته في الماء والملح. وهنا ندير كميه قليله تاع الفلفل الكحل، وراح نخلط هذه لاصوص مليح، نخلطها مليح. وراح نسقي بها هذيك السلطه تاعي، وراح نخلطها بالفرشيطه، يعني راح نخلطها مليح، ندخل كامل هذوك المكونات مع بعض. وهنايا بالطبع يكون كلش بارد، يعني كلش راهو بارد عندي هنايا، بارد في بارد. راح نخلطها مليح وراح نديرها في صحن التقديم. وهذه هي الوصفه تاعنا، جات ما شاء الله، بنتها صراحه روعه وسهله في التحضير، سلطه صيفيه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، وتدعموني وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.